الا جايين عندك الضياف ديال الغفله، هاد الكيكه غتوجديها في الدقيقه 90، كتجي زوينه وهشيشه وسهله مهله. خليكي مع المقادير وكملي الفيديو حتى الاخر. غنبداو بالكريميه الاولى. عندي كاس ميلونج ما بين الحليب الكوكو وحليب العادي، تقدري ديري اللي عندك. 3 المعالق ديال عصير الحامض. هنا عندي قشور ديال الحامضه، درت غير نص ديالها. غادي نخلطوا هذا الشيء، وغادي ندير معلقه ديال كريم باتيسير ومعلقه ديال النشا، وغادي نميلونجي هذا الشيء مزيان على البارد، وغادي نخليهم يغلاو فوق البوطه حتى يعقدوا. ندير لهم واحد المعلقه ديال الزبده، وهالكريمه خليها تبرد وها هي واجده. الكيكه اللي سهل منها ما كاينش. عندي هنايا 2 ديال البيضات، غادي ندير معاهم كاس معامرش ديال السكر اولا نص كاس وافي. صافي ندير واحد رشه د الملحه، واحد القشور ديال الحامضه، واحد الفاني، وغادي نضربهم مزيان. وغادي نزيد هنايا واحد الكاس معامرش ديال الزيت. هزيت ديك الفوق وبقى يدخل هكا، كتجي الكيكه مهويه. هذا راه سر من الاسرار ديال لي كيك. صافي، وغادي نجيب واحد الكاس عامر ديال الحليب، وغادي نخلط كلشي، وغادي نزيد الطحين نفس الكاس اللي عبرتي به الزيت وسرينده، هو نفسه غديري به 2 كيسان ديال الطحين. وعندي هنا خماره ونص، وغادي نغربل كلشي مزيان وغادي نخلط. هنا درت الفران يسخن على 180 درجه غير من التحت كيف العاده، وصافي. وغادي ندهن المول ديالي بالزبده ونرشو بالطحين، وغادي ندخل الكيكه طيب. دخلت لي انا 40 دقيقه بالضبط. غنزيد ليها واحد 3 ديال المعالق ديال الحامض باش كتجينا الكيكه ديالنا بنينه ومهويه وكتجي رطبه وخفيفه بزاف. صافي، هذا هو القوام ديال الكيكه، وغادي ندخلها الفران طيب. خليك مع الفيديو. بعد ما طابت الكيكه، شوفوا شحال كتجي رطبه وزوينه. الا بغيتي تسقيها سقيها، انا ما بغيتش نسقيها حيت اصلا جايه هشيشه بزاف. صافي، هذيك لا كريم اللي وجدنا كنوليو نضربوها شويه بحال هكا باش كتولي مطلوقه، وكنخويوها وزوقوها باللي عندكم. تقدروا ديروا لي فخوي غوش، تقدروا ديروا طريفات ديال الحامض، تقدروا ديروا اللي بغيتو. انا الديكور راه ما كنعرفش نزوق. صافي، انايا راه درت انا الكركاع وصافي، وراه كتجي بنينه وهشيشه وكتعطيها كتوجد. وبسلام عليكم وبالصحه والراحه. Ateşe düştüm bak, evlerden uzak. Aşk değil bu bana tuzak. Kahrol